المكان ده قصته مختلفة. في قلب الصحراء الشرقية وعلى بعد خطوات من البحر الأحمر في مكان مهجور من سنين. المدينة المهجورة اللي هنا لسه في بقايا كل حاجة. ايه ده؟ بص، بقايا جزمة. موجودة قرية ناس كتير بيسموها قرية الأشباح. أنا هنا لوحدي. طب الناس هاجرت وسابت المدينة دي. قرية كانت زمان مليانة حياة، صوت أذان بيأذن، عيال بتلعب، وعمال طالعين من مناجم الفوسفات. احنا جوه الجبل حرفيا. بصوا، بس النهاردة ما فيهاش غير الصمت والهواء اللي بيعدي بين جدران مهدودة. بصوا الركام عاملة ازاي. الناس بتقول فيها حاجات غريبة، خرم غريب جوه البيت. الطبيعة بدأت تتمكن من المكان. أصوات بتتسمع، حاجات بتتحرك، حكايات عن أشباح بتظهر بالليل. في الفيديو ده أنا قررت أروح هناك بنفسي، أستكشف وأصور وأسأل أم الحويطات كده. هل فعلا المكان ده مسكون ولا مجرد قرية اتظلمت واتنست؟ حاجة من الحاجات اللي هتلاحظها ان انت وانت داخل على ام الحويطات في جزء كبير من الطريق مكسر. يعني احنا بقالنا دلوقتي مثلا ربع ساعة تلت ساعة في حتة كده من الطريق، هي ممكن في العادي ممكن تاخد 5 دقايق، بس غالبا مطولة معانا يعني. حاجة اكتشفتها للأسف يعني مؤخرا بعد ما وصلنا لحد يعني نص المسافة، اكتشفت ان اصلا الطريق مش مؤهل تماما للعربيات. اضطرينا ان احنا نقف في مكان بيأجر بيتش باجي، وخدنا الموتوسيكلات وجينا وصلنا. اهلا بيكم في ام الحويطات. اول ما توصل على القرية اول حاجة بتلاحظها ان القرية متحاطة بالجبال من جميع النواحي، وده يمكن السبب في تسميتها ام الحويطات، ان هي متحوطه بالجبال من جميع النواحي. الكاميرا ممكن ما تبقاش موضحه حجم المدينه دي، ولكن انت متخيل هنا في المكان ده كان بيعيش 16,000 واحد. القريه كبيره جدا، تعتبر يمكن متقسمه لجزئين، في جزء الامامي وفي الجزء الخلفي. لان هي كبيره قوي انت مش هتوصل اصلا للجزء الخلفي. يعني انت لو هتيجي تزور، هتيجي تشوف المكان، هتقدر تتمشى في الاول في الجزئيه الاولانيه دي، بس مستحيل توصل للجزء اللي في الاخر ده لان هو بعيد قوي. يعني لو بصيت كده هتلاقي ان بص مسافه بعيده. في هنا مستشفى، في مدرسه، في وحده شرطه، في مسجد، في كل حاجه. كانت مدينه كامله متكامله، اهالي وعائلات كانت عايشه في المكان ده لمده طويله. بصوا كده، دي المدرسه، يعني هي باينه من قبل ما تخشها. طبعا السور مكسور، مش عارف الصراحه الباب كان فين، ممكن يكون كان هناك، بس هي دي المدرسه. بصوا رسومات على الحيطه بتاعت الاطفال، هي محتفظه بكل حاجه ولكن مهدوده. دي لوحدها حكايه. دي غالبا كان ده كان فصل، ودي كانت السبوره، وكانوا كاتبين لهم كده. فاكر انتوا زمان كان دايما بيكتبوا حاجه فوق السبوره، دايما مثل او حاجه، احيانا كانت بتتغير واحيانا كانت بتبقى ثابته. ده كان مكتوب اطفال اليوم هم رجال المستقبل. الله اعلم بقى رجال المستقبل اللي كانوا عايشين في الفصول دي وكانوا بيتعلموا هنا النهارده بقوا عاملين ايه. وعشان أعرف تاريخ المكان ده أكتر كان لازم أروح قرية أم الحويطات الجديدة اللي نقلوا فيها جزء كبير من الناس اللي عاشوا في أم الحويطات. ايه الاخبار يا حاج؟ الحمد لله والله. عامل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا باشا. انت بقى عاشرت ام الحويطات القديمه؟ عاشرتها، مواليد 1/8/66. فعشت كام سنه هناك؟ عمري كله ده عايش هناك. دخلت المدرسه هناك؟ دخلت المدرسه بس ما كملتش فيها. تفتكر كنت في سنه كام؟ كنت في سنه 6 ابتدائي. دخلت الصف الخامس يعني. الصف الخامس يرحب بكم. احنا كده هنا في سنة 5. يا قصص، يعني تخيل هنا كان في صف خامس، وممكن يكون بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي. يعني مثلا حد ما شاء الله من الزمن القديم وده بالنسبة له قصته، ده المكان اللي كان بيقعد يدرس فيه. كان شكل الفصل كان عامل ازاي؟ فصل مباني عاديه مبنيه بالحجر عادي. السبورة كانت عاملة ازاي؟ سبوره سوداء ومربع طويل. بصوا السبورة دي بتاعتهم غريبة شوية، يعني حاسس ان هي مختلفة عن السبورة اللي انا تعايشت معاها. اعتقد دي طبعا عشان قديمة جدا. احنا السبورة بتاعتنا كانت ايه، بارزة شوية من الحيطة، لا هنا عاملين السبورة هي لون على الحيطة وكانوا بيكتبوا عليه. النهارده هو ذكرى، مكان مهجور مليان قصص. الناس دلوقتي اعتقد ممكن تيجي هنا تتجول في المكان ده، يبقى مكان سياحي الناس تيجي تتفرج عليه. اعتقد يعني يبقى حاجة حلوة ان الناس تيجي تشوف مكان زي ده مليان ذكريات.
حاجه حلوه ايا كانت بقى ايه هي القصه، ولكن المكان نفسه جامد. طب ايه قصه قريه ام الحويطات؟ القصه بدات من ان في مهندس تنقيب اسمه اندي. المهندس ده اكتشف ان المنطقه دي فيها فوسفات كتير، فبدا يجيب عمال مصريين. جه الاول ب 3000 عامل، وجم قعدوا سكنوا هنا في المنطقه وبداوا ان هم يشتغلوا في التنقيب. اشتغلت في المناجم في الفوسفات تحت الارض برضه، انتاج وصيانه. بتشتغل تعمل ايه؟ كنت اشتغل تحت الارض في المنجم، اعبي بالزنبيل والضوئيه وامشي على جنب كده تخص تحت الارض، ننظف العربيات. كل الباقي كان بيشتغل في الفوسفات. كلها. كانوا بيستخدموا ديناميت هناك. بلاميت وخرز. بصوا لقيت ايه؟ دي غالبا شكاره او حاجه جزء من شكاره مكتوب عليها ايه؟ ديناميت جيلاتيني. ده اللي كانوا بيستخدموه زمان عشان يفجروا جبال عشان يطلعوا منها فوسفات. دي ممكن تكون حته اثار، حاجه قديمه يعني. بصوا مكتوب ايه؟ الجمهوريه العربيه المتحده. ايام ما مصر كان اسمها الجمهوريه العربيه المتحده. دي انا ممكن احتفظ بيها، اخدها احتفظ بيها. العمال دي بدات تجيب اهلها يجي يسكنوا معاهم هنا في المدينه، فبدا العدد السكاني في ازدياد لحد ما وصلوا ل 16,000 شخص في المدينه دي كلها. الفكره بقى ان المدرسه مفتحه على الدنيا بره، يعني بصوا كده انا خرجت بره المدرسه لسه في بقايا كل حاجه. ايه ده؟ بص، بقايا جزمه. دي جزمه باتا، عارفين جزمه الباتا؟ دي جزمه باتا. بصوا الجزمه دي برضه جزمه حد. يعني هي كلها اصلا جزم، مليانه جزم. بصوا يا جدعان، يعني لو شركه نسمه دي موجوده لحد دلوقتي فاشتروا منها. صاحب شركه نسمه انت راجل 100 100. الجزمه لحد دلوقتي يعني بقى لها مئات السنين ما زالت موجوده. المكان كله ذكريات. احنا كده في الحضانه. دي طبعا الشخصيات اللي الاطفال كانوا بيحبوها. ميكي ماوس من زمان وهو شخصيه كرتونه محبوبه عند الناس. بص الصوره دي، هم غالبا كل الشخصيات اللي كانوا بيحبوها مرسومه هنا في الحضانه. كلها حاجات كانت غالبا بالنسبه للاطفال يعني حاجه جامده. بصوا الحته دي اصلا لوحدها الطبيعه بدات تتمكن من المكان. طبعا انت لو جيت المكان هنا تحاول تخلي بالك، لان انت جاي فوق حطام، واغلبيه البيوت دي طبعا عشان جرى عليها الزمن الدنيا مش متماسكه قوي. يعني بصوا الحيطان هنا الارضيه سايبه شويه، فلو طلعت وقفت فوق واحد من دول ممكن عادي جدا الايه الارض تقع بيك. ده باب البيت، تخش كده. دي كانت الصاله، وريحه هنا بنزين. مش عارف صراحه ده له علاقه بايه. كان حد بيحاول يتخلص من المكان هنا ولا ايه. في بقى حاجات كده ايه غريبه زي الخرم ده مثلا. بصوا خرم غريب جوه البيت. بصوا الركام عامله ازاي. مش عارف دي حته عاليه في البيت، مش عارف ده بقى كان اوضه نوم عاليه ولا ايه بالظبط، مش عارف صراحه. ده غالبا بقايا مثلا ستاند ولا حاجه، تحس ان ده كان ستاند خشب كانوا معلقين حاجه هنا. الحاجات اللي كانت متعلقه هنا المسامير بتاعتها لسه زي ما هي، والاخرام اللي في الحيطه في قصه في المكان، اكنك هتقرا القصه من غير ما تعرفها اصلا. يعني هتقرا قصص الناس اللي كانت عايشه هنا. الفكره هنا في ام الحويطات ان انت كل ما تخش بيت هتلاقي نفسك دخلت بيت تاني، اكنك ماشي في متاهه او هتوه. انت شخصيا هتوه، لان هي البيوت دي كانت زمان مبنيه بطريقه معينه ان هي اولا تبقى كلها جنب بعضها، وفي نفس الوقت ده كانت حاجه بتساعدهم لان هنا الجو حر جدا، فده كان اعتقد حاجه ليها علاقه بالجو. وكمان الناس اللي كانوا عايشين هنا اللي بيشتغلوا في الفوسفات كانوا شغالين او قاعدين هنا اكنهم نظام عسكري بيستغلوا كل متر موجود في الارض، فتلاقي ان الارض كلها مستغله ان هم كل البيوت جنب بعض. بصوا هنا اهو احنا في بيت شباك، البيت اللي جنبه تعتبر متاهه، اكنك في متاهه. المكان كله لما حتى تبص عليه من فوق كلها جنب بعض لازقه في بعض. وبيت اندي هو البيت اللي فوق ده، فوق الجبل، وده كان معمول بالمخصوص كده عشان يبقى يقدر ان هو يباشر العمل في المدينه كلها وهو قاعد فوق وشايف المدينه من فوق الجبل. الخواجه قال لك طالما في دنيا في ام الحويطات، والغاد دلوقتي فيها فوسفات. ايه اللي خلاكوا بقى تسيبوا القريه هناك وتيجوا هنا؟ السيل 96 نزل السيل هناك، البيوت كلها تهدى. السيل اللي هدى ودعك، وبعد كده قال لك المناجم حرارتها ضعيفه الفوسفات وقفلوها وحولوا الناس على القصير. انا ما رضيتش اروح،
قدمت استقالتي، كده طلعت رخصتي واشتغلت سواق. طبعا بعد ما القريه دي اتهجرت بقت محط للاشاعات، خلاص بقى يعني بقى بيطلع لها اشاعات كتير، اقاويل مختلفه، الله اعلم ايه الصح منها ايه الغلط، ولكن انا يمكن هحاول اقول لكم الحاجات اللي فعلا مؤكده عن القريه دي. كان فيها النادي، مخبز، ومركز شباب، والصحة، يعني كانت بلد عمرانة قوي. المدينه كانت مدينه كامله متكامله، يعني انت عندك هنا كل حاجه. دي المفروض ان دي المستشفى، فلو كان في اي مشاكل صحيه الناس هنا كانت عندهم مستشفى، لان هو عشان اصلا يطلع بره سواء يروح سفاجه او يروح القصير مسافه كبيره، وكفايه اصلا الطريق ده، انت شفت الطريق عامل ازاي، صعب. عندهم هنا كان في كل حاجه موجوده. الوقايه خير من العلاج. اجعل المنديل دائما صديقك. واحد يجي يقول طب الناس هاجرت وسابت المدينه دي ليه؟ المدينه بقت متكسره كده وما بقاش فاضل فيها حاجه، او تحس ان مثلا اتضربت بالنار ولا حاجه. لا، المدينه دي بعد ما الناس اتهجرت ناس جت هنا وكانت بتسرق الحاجات القيمه اللي موجوده، فخلي بالك دايما هتلاقي ان الشبابيك متكسره بشكل حرف تي، فغالبا اللي هو كان بيخرج الشبابيك كان يعني بيخرجها بنفس الستايل من كل الاماكن عشان مثلا ما تبصش، عشان يقدر يستخدمها بعدين. دي ناس كسرتها وخدوها بقى. كان فيها مسجدين تفتكر؟ مسجدين، مسجد غربة ومسجد في الضيم، حتة اسمها الضيم اللي فيها المسجد الأولاني دي. احنا كده يعتبر في أعلى قمة في المدينة وهي المأذنة. المدينة هنا فيها مسجدين، المسجد اللي احنا فيه دلوقتي ده وهو ده المسجد الكبير في مأذنة. المسجد التاني يعني اعتقد ان هو ما كانش كامل قوي، ما فيهوش قبة واضحة، وتشوف الساحة بتاعته، تقدر تشوف الساحة بتاعته، مكان الوضوء وكل حاجة. يعني من الحاجات اللي صامدة لحد دلوقتي هي المأذنة بتاعت المكان ده، وهي أكتر حاجة يعني باينة في المدينة، ولو من بعيد تشوفها هي المأذنة بتاعت المسجد ده. تاريخ، بص الالوان ما زالت لسه موجوده زي ما هي، زي ما اتعملت بالظبط، والكلام والخط، يعني بص اعتقد دي الحاجات يعني من الحاجات الوحيده سبحان الله اللي لسه ما زالت محتفظه بشكلها، ما اتغيرش فيها اي حاجه. بصوا الكلام معمول ازاي، اكن واحد كاتبه امبارح. بص الوان الكتابه سبحان الله. يعني شفتوا المدرسه والمستشفى، الكلام اللي مكتوب والحاجات اللي مكتوبه ممسوحه، اتمسحت مع الوقت. المسجد هو الحاجه الوحيده سبحان الله اللي ما زال الكتابة موجودة جواه ما اتغيرتش، بس الحمامات زي ما هي. وده مكان الوضوء. هتلاقوا اصلا على باب المسجد ان هو متجدد سنة 1988، فما بالك بقى هو اصلا كان من امتى؟ اعتقد ان هم احتاجوا يجددوه تاني في سنة 88، يعني قبل ما اتولد بسنة، كنت لسه ما اتولدتش. طبعا في اقاويل كتير من ناس كتير عن ان القرية كان فيها اشباح، كان فيها جن، الكلام ده كله طبعا دي اقاويل مش حقيقية. الحقيقي ان هي قرية كان في ناس عايشة فيها وسابوا المكان وراحوا مكان تاني وبس. يعني هي قصة ما فيهاش صراحة تحوير، ما فيهاش اي حاجة زيادة تتقال. انت اللي موجود هنا فعلا هي القصة بتاعت المكان اللي بتحكي قصة الناس اللي كانت عايشة هنا. المغارات دي هي المغارات اللي كانوا بييجوا ينقبوا فيها عن الفوسفات. زي ما انتم شايفين هتلاقوا المدينة كلها مليانة في الجبال خرام، كلها مغارات. تعالوا بقى ايه نخش نشوف المغارة دي فيها ايه. اللي هنا بصوا، هنا غالبا دي كانت حاجات متثبتة في الحيطة عشان يثبتوا بيها المكان. مغارة يعني مش اي كلام. طبعا ايه حبة رعب هنا. بص الحيطة فيها جرانيت، بصوا الجرانيت اللي احنا جوه الجبل حرفيا. بصوا مش عارف بقى ده اخرته فين. خلينا نشوف كده هنقدر تخش للاخر ولا ايه. لا اعتقد اخرك هنا، بعد كده مفيش. ايه ده؟ اعتقد هم مشيوا وسابوا كل حاجة مكانها. دي مطحنة كان الفوسفات بينزل من فوق وينزل هنا ويتنقل يطلع بره المغارة دي. كل حاجة زي ما هي، مفيش حاجة اتغيرت. ودي كانت قصة أم الحويطات.